اهلا وسهلا. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، أول حاجة تنقول لكم الله يدخلوا علينا كاملين بالصحة والسلامة. غادي نحضر معكم اليوم القلاية التونسية، وصفة رائعة يحضروها في تونس في النهار الأول ديال العيد الأضحى. وبقاو معايا في الطريق تشوفوا طريقة التحضير مع واحد السر باش تجيكم مرطبة وهشيشة وما تجيش محروقة ولا قاصحة. هنا عندي واحد الكميه ديال اللحم اللي كنقطعها بحال الشكل ديال القضبان ديالنا حنا في المغرب. هي الكميه تاع اللحم خصها تكون اكثر من هكذا. المهم انا وقع ليا واحد الغلط في اللحم اللي خرجت من الكونجيلاتور. هنايا عندي الكبده، حيت هي اللحم خصها تكون اكثر من الكبده والقلب. انا ولات عندي هنا الكبده والقلب اكثر من اللحم. ما عليناش، المهم حنا الوصفه راه هي هذه. كنقطع كل شيء، اللحم الكبده والقلب كلهم طريفات هكا، ما يكونوش صغار، يكونوا شويه موين. كيف قلت لكم الكميه اللحم خصها تكون اكثر. هنا كنستعمل واحد جوج طريفات ديال الشحمه، هما كيستعملوا ديال الدياله، انا ما عنديش متوفره. في هذا الوقت كنكون درت واحد الكوكوط ودرت فيها الماء يسخن حتى تيغلى لينا هذاك الماء، وكنضيفوا ليه اللحم باش كنسلقوها في هذاك الماء. ما كنضيف لها هنا حتى شي حاجه غير الماء بوحديته. الملحه وهذاك الشيء حتى الاخر عاد كنضيفوهم. كتسلق تطلع فيها الغليه تقريبا واحد 20 دقيقه، وكنحيدها لانه هذه اللحم غنمي راه دغيا غطيب. اثناء الطياب ديالها راه كتبدا كدير ديك الكشكوشه. انا كنحيد ديك الكشكوشه كلها، حيت واخا غنصفيها من بعد ما كنبغيش باش ما تلصقش فيها منين كنكون نصفيها. من بعد تقريبا 15 دقيقه او 20 دقيقه حيدت اللحم ديالنا. هنا راه مازال ما كملاتش في الطياب، كنحيدها كتصفى من هذاك الماء. وهذاك الماء اللي نقي هذا ديال اللحم خليته انا وضفت عليه شويه ديال الماء لانه قلال، وغادي ندير فيه الكبده باش تسلق. الكبده راه ما كنخليوهاش تسلق بزاف لانه دغيا كطيب باش ما تقسحش لينا. غير كتطلع فيها الغليه كنحيدها صافي، ما كنخليهاش. وتا هي كنحيد هذيك الكشكوشه اللي كتكون تتكون في الوقيته تاع فاش تطلع فيها الغليه، باش منين كنصفيها ما تتلصقش فيها هذيك الكشكوشه. تقريبا الكبده خليتها غير شي 10 دقائق هكاك وحيدتها، حيت ما خصوش يدوز ليها الطياب، باقي غادي نطيبوها من بعد. صافي وكنحيدها تنصفيها حتى هي على جهه. هنا كيشتو راه حيدت كاع هذاك الوسخ اللي كيطلع وداكشي. واخا هاد المره ما غنستعملوش من بعد، ولكن المهم ما بغيتش باش ما يلصق لياش فيها هذاك الوسخ. خليتها على جهه هي واللحم، ودزت دابا غادي كنكون سخنت الماء من قبل، وكندير ما نقي هنايا فاش كنعاود نسلق تاني القلب وهذوك الكليوات. تقريبا حتى هو شي 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. القلب راه كيشد الطياب ماشي مشكل. نفس العمليه كنحيد ليه ديك الرغوه اللي كتكون. وهنا راه لحت حتى هادوك جوج طريفات ديال الشحمه. نسيت ما درتهمش مع اللحم، حتى هما لحتهم هنايا باش يتسلقوا حتى هما. هنايا صفيت ايضا هذاك القلب والكلوه، وغادي نحط كلشي على جهه. وغادي ناخذ هنايا طاوه نقيه ولا كوكوط ولا الانيه اللي بغيتي طيبي فيها. كندير فيها واحد القليل من الماء ساخن وشويه ديال زيت زيتون. هذا هو السر باش تجيكم القلايه رطبه وهشه، ما تجيكمش. ما نديروهاش نقليوها ديريكت مباشره في الزيت، ولا بدا نديرو نزيدو شويه الماء ونديرو في الاول غير القليل من الزيت، عاد من بعد كنضيفو الزيت بزاف. في الاول كنضيف هنايا غير طريفات ديال اللحم وطريفات ديال القلب والكلاوي. الكبده غادي نخليها حتى الاخير، عاد غادي نضيفها باش ما تقسحش لينا. هنا كنخلي هاد اللحم والقلب يكملوا الطياب ديالهم تقريبا شي 20 دقيقه اخرى ولا 25 دقيقه، حتى نحسوا بانه ديك الزيت صافي داك الماء قرب ينشف نهائيا، ما غيبقاش فيها الماء. وكنضيف واحد الكميه كثيره ديال الزيت في هاد الوقيته حتى كتغطى لينا هذيك اللحم والقلب. وفي هذه المرحله كنضيف الكبده ديالنا، لانه غادي نخليها تقريبا هي شي 5 دقائق. اللحم وهذا راه نشفات من الماء كومبليتمون، يعني نهائيا، لانه هي ما خصش يبقى فيها الماء. حيت هاد الاكله اصلا كانت مديوره على اساس باش طريقه باش تبقى لينا اللحم ما تخسرش. يعني خصها تكون مغطيه بالزيت وما يكونش فيها الماء نهائيا باش تبقى مده طويله. هنا راه ضفت الزيت حيت بانت لي قليله، خاصني باش نغطيها وباش تكمل نيت فيها الطياب تاع هذيك الكبده. المهم هنايا الا غلطت شي اغلاط ولا شي حاجه خوتنا التوانسه يقولوا لي يصلحوا لي الغلط.
هنايا زدت غطيتها وخليتها تكمل واحد 5 دقايق أخرى ديال الطياب، راه اللحم طابت والقلب طايب. كنضيف في هاد المرحلة القليل من الملح، شوية ديال الفلفل الأحمر بابريكا، وشوية ديال الكمون، حتى على الآخر باش ما تيتحرقوش حتى هما في الزيت ملي كتكون تتقلى. وهذا الشكل النهائي ديال القلاية ديالنا، كتجي بنينة برشا برشا وكتجي مقلية وواحد المذاق ديال ديك اللحيمة هكاك مجمرة ورطبة في نفس الوقت، لأنه هذاك السر اللي قلت لكم اللي كدير لوستي هو اللي كيخلي هذيك اللحيمة كتجي رطبة، وداك الكبدة وكذلك، والقلب، يعني واحد الأكلة رائعة في الصراحة. وهما راه يزيدوا عليها، كياكلوها مع سلاطة مشوية، ديك السلاطة اللي كيديروا هما ديال الفلفلة ومطيشة وهذا مشويين، وتيديروا معاها حتى البيض. كطيبي البيض بوحدو، تقليه في الزيت هكا وداك الشي وتتحطيه معاه من الفوق ديال القلاية، تيجي في الصراحة رائع وبنين وبالصحة والراحة. ولا كيعجبوكم الوصفات ديالي ما تنساونيش من الدعم باللايك والاشتراك والشير.